ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده فيديو اول مره اعمله على القناه، بس قلت ليه لا، يعني ليه ما نجربش حاجه جديده مع بعض. فالنهارده قررت كده اجرب كام هاك من الهاكس بتاعه التيك توك بتاعه الميك اب. مش كتير عشان ده اول فيديو، فعشان نشوف الفيديو كده هيعجبكم ولا ايه. ففي كام هاك كده كانوا يعني كنت انترستنج بيهم جدا، فتعالوا كده نجربهم مع بعض النهارده ونعمل فيديو جديد. فيلا بينا نبتدي. مش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تجروا تتابعوني على انستجرام عشان هناك بنتشقلط مع بعضينا. ويلا بينا نبتدي. تعالوا نبتدي مع بعض كده. اول هاك، والهاك اللي انا هعلمها لكم النهارده ديت مش شفتهاش على تيك توك، مش شفتهاش في حته، يعني مش بقلد فيها حد. الهاك دي اصلا انا عاملاها هنا على القناه من سنتين تقريبا، وقررت ان انا اعيدها معاكم تاني واعمل لها ابديت تاني، لان هي سهله جدا بالنسبه للناس اللي مش بتعرف ترسم حواجبها وبالنسبه لها الموضوع صعب وايه ده. فتعالوا النهارده بكل سهوله كده. انا هاخد فرشه انجل، حتى ولا رفيعه ولا اي حاجه. بصوا تخينه اهي ما فيهاش اي حاجه. واي اي شادو حواجب، او اي شادو حتى لونه بني، او اي شادو الحواجب بتاعك بودر يعني. انا بحب دايما ادمج اللونين دول مع بعض عشان يبقوا لون حواجبي، ومن غير ما اسرحهم بفرشه ولا اي حاجه. همسك كده المرايه بتاعتي وهبتدي ارسم على نفس شكل الحواجب بكل بساطه كده. تمام. وخرجي بره واعملي اللي انت عايزاه ولا يهمك خالص. تمام. يعني حتى لو خرجتي بعيدة عن شكل الحاجب ما يهمكيش خالص. تمام. اهو انا هخرج قصده اهو عشان نشوف الشكل النهائي لما نخلص. تمام. اهو زي ما شايفين منظر الحاجب منظر مريع ورهيب. هاخد اي كونسيلر، اي كونسيلر. على فكره ده الكونسيلر بتاع ميه سينما القديم، انا بستخدمه في تنظيف الحاجب، بحبه في تنظيف الحاجب لانه الكفر بتاعه عالي وبيمسح معايا بسرعه، فبحب استخدمه في تنظيف الحاجب. وهبتدي اخد فرشه وابتدي انضف حوالين الحاجب. اهو يا بنات نضفت الحاجب كده، واي مسكره شفافه عندك وسرحي شعر الحاجب بتاعك. ادي الحاجب اتعمل في ثواني معدوده تقريبا من غير اي مجهود اطلاقا. قد يكون اللون غامق، بس ممكن انا زودت اللون الاسود شويه بس. يا رب تكونوا فهمتوا الهاك قد ايه سهله. هعمل الحاجب التاني وارجع لكم. بصوا، هو انا مش عارفه ليه حواجبي طالعه في الكاميرا غامقه قوي كده، ان هي في الحقيقه مش غامقه قوي كده، فانا مش عارفه ليه، بس يعني ما علينا، هنعمل عبط. تمام. نيجي للهاك اللي بعد كده، اللي هي كوبايه ميه وبنحط فيها فاونديشن. من الهاكس اللي كان نفسي اجربها جدا، يعني كنت عايزه اعرف هي فارقه فعلا، الموضوع فارق يعني ولا صباح العبط. فهاخد الفاونديشن ده من شي جلام، الدرجه اللي هستخدمها ساند. تمام. وهحط فيه ازازه الميه، كوبايه الميه. اصلا كميه فاونديشن هتتهدر في الموضوع ده. يعني يا لهوي، ده انا احط نص نقطه من الكميه اللي انا حطيتها هنا دي. اوكي يلا. هو انا عايزه اقول لكم ان الفاونديشن كله لزق في الفرشه اهو، شايفينه؟ ما بقاش في حاجه في الكوبايه. فانا ما فهمتش احنا عملنا كده ليه اصلا من الاول. يلا بينا. انا عايزه اجيب، انا مش عايزه ابهدل السويت شيرت بتاعي، فانا هحاول ابعد كده وانا بعمل. يلا بينا. يهوي. يختي بينقط ميه بطريقه فظيعه. يعني عايزه اقول لكم اصلا ان كميه الفاونديشن دي يعني كميه رهيبه، يعني رهيبه. ايه ده؟ ايه كميه الفاونديشن دي كلها؟ انا مش فاهمه احنا عملنا كده ليه، بس يلا ناخد البيوتي بلندر وندمج الكلام ده. بعد ما فردت الفاونديشن تعالوا بقى اقول رايي في الهاك ديت. لو هنتكلم على انه بيزود كفرج، فالهاك دي مش بتزود كفرج خالص بالنسبه لي. يكاد يكون الفاونديشن الكفر بتاعه او اقل كمان من الكفرج بتاعته. لكن الحاجه اللي لاحظتها ان الفاونديشن ده اصلا فاونديشن بتاع شي جلام ده
مات جدا، وحتى انا مش بستخدمه في الشتاء خالص، بستخدمه في الصيف بس. لكن هو شكله على بشرتي دلوقتي حلو جدا، احنا في الشتاء وانا بشرتي فيها قشور، شكله حلو جدا على البشره، ومخلي شكل الفاونديشن الهاك دي مخليه شكل الفاونديشن على البشره هيلثي جدا وطبيعي. انتوا تحسوا ان هي بشرتي التانية، حتى الحبوب الصغيره اللي عندي مش معلق عليها. ففعلا شكل الهاك حلو قوي قوي قوي. بس بالنسبه للويست الفاونديشن اللي بيحصل ان انا اضيع كميه الفاونديشن دي، فحرام طبعا يعني، لا. ثبت البشره بنات بالبودر، مش وحطيت طبعا كونسيلر. مش هنكر ان شكل البشره بجد حلو جدا بس حرام كميه الفاونديشن اللي هتضيع. يلا نعمل الهاك اللي بعديها. الهاك اللي بعديها ان هما بيجيبوا البلاشر، تمام، اي بلاشر هم عايزينه، وفرشه. انا مش عارفه هينفع احط لكم فيديوهات هنا ولا هيبقى فيه حقوق طبع ونشر، انا مش عارفه بصراحه. بس المهم يعني بيجيبوا فرشه مدوره شويه مش الانجل. عشان بقى هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نعمل بالبلاشر دوت اي شادو وبلاشر وبرونزر في نفس الوقت. هناخد اللون اللي احنا عايزينه ونبتدي نعمل بيه في شكل دائري كده. طبعا هي الطرحه والبندانه هيروحوا في داهيه، بس ليتس جو يعني ونبتدي. انا هستخدم الباليت دي بتاعه تكنيك، ماشي، اسمها كولر فيكس. هخلط اي لونين مع بعض كده ونبتدي نشتغل. هي مشكله الباليت دي بس ان هي بتعمل فول اوت جامد قوي، فيلا بينا. هنغمض عينينا زي كده. ايه فين؟ وحط فوق عيني ومحطش في خدي ليه؟ تاني مش هن مش هنتكلم دلوقتي، لا نجرب تاني. بغض النظر ان حواجبي اتنعكشت طبعا لان انا مش مثبتاها بواكس، بس حبيبتي اطلعي مكانك. انتوا ايه رايكم؟ طب نعمل العكس، يعني نعمل من تحت لفوق يمكن الدنيا تظبط اكتر. هي الهاك، انتوا شايفين حلوه جدا. هي الهاك مش من فوق لتحت، يعني من تحت لفوق، والله بتفرق فرقت في الشكل. انتوا خدتوا بالكم؟ بصوا لما حطيت من تحت لفوق، حط فوق العين وما حطش في الخد، لا هي من تحت لفوق. شايفين الفرق بين هنا وهنا؟ عجبتني، لا حلوه. بصوا تعالوا نزود كده عشان يبان اكتر. زودت جامد، بس المهم ان هي حلوه، يعني الهاك دي لطيفه. يعني هو انا مستعجله الصبح، والله العظيم مستعجله الصبح وما عنديش وقت وعايزه اخلص، عارفين؟ الهاك دي بعنوان كده، بعنوان انا مستعجله وعايزه اخلص. حواجبي كلها بتنزل. لطيفه يعني، هو مش اروح حاجه بس لطيفه يعني، زي ما قلت لكم كده بعنوان انا مستعجله. الهاك اللي بعد كده هي ان احنا نحط الايلاينر بصبعنا، تمام. ونقدر نستخدم في الهاك ديت يا اما جيل لاينر يا اما قلم كحل عادي جدا. هو فين؟ اي حاجه فيهم، هما الاثنين هنرسم بيها على طرف صباعنا، تمام، ونبتدي نرسم الايلاينر. فتعالوا نجرب بالقلم، لان اكيد كلنا عندنا قلم في البيت يعني، فاهمين؟ فهنجرب باسهل حاجه، بس اهم حاجه طبعا يكون القلم اللي هتستخدميه جل. القلم اللي انا هستخدمه ده بتاع روبي روز، وده جل يعني سهل جدا وبيندمج بسرعه. حطيت كده على طرف صباعي، ويلا بينا بقى نجرب نرسم الايلاينر بطرف صباعنا. شوف هتنفع، هتلفق. يعني هي عملت، بس هي يا اما كانت محتاجه كميه ايلاينر اكتر من كده، يا اما محتاجه ان انا اظبطها بفرشه برضو. تعالوا كده نجرب الناحيه التانية. على فكره هي working يعني، هي شغاله على فكره،
هي محتاجه بس تظبيط بسيط، بس هي حلوه يعني. بصوا هنا رفعت الايلاينر وهنا جابته وينج كده، لطيفه. بس هي محتاجه بس نظبط ايدينا شويه فيها، او نقلل كميه الايلاينر اللي انا حطاه. انا حطيت كتير مثلا او كده. هظبطها كده بفرشه بسرعه وارجع تاني. عارفين ممكن نعمله سماشد ايلاينر. اهو يا جماعه، اهو يا جماعه، اهو يا جماعه، سماشد ايلاينر في مينت، في مينت. لا لا حلوه، عجبتني. انا الهاك بتاعت الايلاينر عجبتني جدا، سهله جدا بجد، حلوه قوي. الهاك اللي بعد كده ان احنا نستخدم بدل ليب لاينر نستخدم قلم الحواجب بتاعنا. فيلا انا هستخدم قلم الحواجب ده من ايفون، والدرجه اللي هستخدمها دارك براون. تمام اهو، يلا بينا، ليتس جو. اوه، اوه، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بصوا عملت ايه فعلا. واو، حلو قوي. وكمان من ضمن الهاك ان احنا نركز اللون بتاع قلم الحواجب هنا، في هنا وهنا، اكتر من الجوانب، فاهمين؟ فيلا بقى، انا هختار الروج اللي انا هحطه روج جلوسي شويه بنات، عشان خاطر انا شفايفي متعوره، عندي هيربس، او حراره زي ما بنقول بالمصري. فعشان بس مش هقدر اقعد ادعك في شفايفي، فهحط اي روج جلوس. بس بصوا شكلها الهاك دي هتبقى حلوه. هحط الليب جلوس دوت من توب فيس. هحاول ادمجه شويه مع الليب لاينر. يا جماعه الهاك بتاعت الروج دي بتاعت الليب لاينر بتاع الحواجب ده تحفه. ده ولا كاني عملت فيلر، ده ولا ايه؟ ده ايه الجمال ده؟ بصوا انتوا شايفين؟ واو، واو، تحفه. لا الهاكس بتاعت النهارده بصراحه كانت مثمره بالنسبه لي، حلوه يعني. عجبتني الهاك دي، عجبتني الهاك بتاعت الايلاينر جدا. الهاك بتاعت البلاشر الى حد ما شغاله حلوه. الهاك بتاعت الحاجب طبعا اوريدي انا بالنسبه لي حلوه، بغض النظر عن ان لونها باين غامق قوي عندكم، على الحقيقه فعلا لونها مش كده. يعني لونها غامق بس مش قوي كده يعني، فاهمين؟ لونها عادي مقبول يعني. والفاونديشن الهاك حلوه على فكره، مخليه شكل البشره حلو جدا. بس كميه فاونديشن هتضيع، احنا في الوقت ده احنا بنلم نفسينا يعني، فاهمين؟ بس كانت هاكس مثمره. فلو عجبكم الفيديو دوت وعجبتكم الفكره، طبعا هي فكره مش جديده بس انا اول مره اعملها. فلو عجبتكم اكتبوا لي تحت انتوا عايزين هاك تانية، ولو حد فيه عاجبه هاك يعمل لي عليها منشن او كده. ومتنسوش تابعوني على الانستجرام اكيد، واعملوا لايك للفيديو ده وشير، واشوفكم ان شاء الله على الف خير. باي باي.